لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 816 لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بمبستي رزامندي رب العالمين وهو دارم إيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بەڵێ بەڕێزان وەکلوانەی ڕابردوو لە خزمەتەواتی پیرۆزەدا بووین کەوا ڕەب العالەمین باز لەوە دەکاتن کە دوای لە ناوچوونی فیرعەون خوای گەورە سوبحانه وتعالە وعدەی بە موسادا کەوا تەوڕاتی پێ ببەخشی ئیتر لە بۆ بەخشینی تەورات و هەروە بەخشینی شەڕەفی تەکلیم لە بۆ موسا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەوەیە کەوا دەبووە 40 ڕۆژ یاخۆ 40 شەو خوای گەورە سوبحانه وتعالە داینە لە بۆ موسا کەوا لە مناجات دابی بە ڕۆژیبی و لە عیبادەت دابی تاوەکو ئامادە و مهەیە بی لە بۆی کەوا لە خزمەت پەروەردگار مباشەڕەتەن بەبێ ئەوەی مەلائکەت لە نێوانیان دابی ئەو تەوراتەی لێ وەربگری. ئیتر 30 ڕۆژ بوو پاشان 10 شەویت کە زیاد کرا بووە 40 شەو. پاشان دەفەرمی موسا عەلەیهی سەڵات وسەلام لە پێشەوەی کە بڕوا بەنی ئیسرائیل بەجێ بێڵیتن لە بۆ ئەو مناجاتە ئیتر تەکلیف لە هارونی برای دەکا بۆی کەوا ئوخلفنی فی قەومی لە جیاتی من سەرپەرشتیاری قەومەکە بکە و ئەصلح ئیصلاح بکە و کاری چاک بکە ولا تتبع سبیل المفسدین بە هیچ شێوەیەک بە دوای ڕێگای مفسیدان دامەڕۆ. وەکو لە معاش تەفەکر دەڵێ كان مقتضى الوعد لموسى ولقومه الحضور جميعا إلى جانب الطور. دەڵێ وعدەکە کە خوای گەورە وعدەی بە موسا دابوو عەلەیهی سەڵات وسەلام بەخۆی بە قەومەکەی پێکەوە بگەنە چیای چێوی توور. ولكن موسى عليه السلام رغب أن يسبق قومه. بەڵام موسا عەلەیهی سەڵات وسەلام پێی خۆش بوو زووتر بە پێش قەومەکەی بکەوی ابتغاء مرضات ربه زووتر بابنە ڕەزامەندی پەروەردگاری خۆی بەجێ بگەینی. فتولى عليهم أخاه هارون. ئیتر برای هارون ئەوی بابڵێن لە جیاتی خۆیدانە فتولى عليهم أخاه هارون على أن يسيروا إلى جهة الطور. بەوەی کەوا ئەو بە قیادەی ئەو بێن بەرەو توور بێن بەرەو منطقەی سینا و بەرەو چێوی توور متابعين له وسائرين على أثره. ئیتر فەرمانی پێکردن کەوا هارون قیادەیان بکە بدواي أو دابين لبو منطقي سيناء وتياي تور. وكل صار طه داهتي أن الله سأله عن سبب تعجله. إتر كاتك وموسى لبيشوان دقاتي خواي يقول لي ده برسي وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. كواتا لبرسي لبيشوان هاتي بتنها موسى جدا فرمي عليه الصلاة والسلام أوان والدواي من الدين بلام بخوم بلم كرد لترضاه بس رزامند بدا سيناء رزامندي تو. وقد دل قول موسى لأخيه على أن موسى عليه السلام أصدر أمر استخلاف لأخيه هارون ليتولى أمور بني إسرائيل قائدا رشيدا حكيما سائرا بهم على أثره. كواتا موسى عليه الصلاة والسلام كاتك وهارون برايد كات خليفة بويكوا عليه الصلاة والسلام بويكوا بني إسرائيل قيادة بني إسرائيل بك وكو قيادة وسركرديش حكيم بدواي أو دابين إذ انطلق إلى لقاء ربي في الميقات الزمان والميقات المكاني. كواتا كاتك موسى بريكوتيا لبويكوا لميقات زمني لو سلشوا ولو لميقات مكاني لو جيغا مباركة
دەگاتە خزمەت پەروەردگاری. پاشان پێی دەفەرمی وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أصلح وەک لە معاج تەفەکوڕ دەڵێ يستعمل لازما ومتعديا کەواتە فعلی أصلح يصلح أصلح بصيغي فعل أمر هم بصيغي لازم وهم بصيغي متعدي بكاردي. لو أوجه نمونة مثلا أصلح الرجل في عمله أو في أمري وشأنه أي أتى بما هو صالح كواتا دلين أصلح الرجل في أمره واتا أو كسل لكاربار خوي كاري ساقدك. ويقال أيضا أصلح الرجل الشيء أو متعدية أي أزال فساده يعني كدلين فلانكس أو شتيت ساكر واتا أو خرابي ليلادو اشتكي ساكر ياخذ وأصلح بين الخصمين أو أصلح ذات بينهما واتا أو عداوة لنوانيان بو لايدا كواتا بمتعديش بكاده. أو ذاك دلي وينبغي أن يحمل تكليف موسى أخاه هارون بأن يصلح على المعنيين كواتا كاتك بيدا فرمي أصلح بهرد معنان هاتية وات بمعنى لازمك بمعنى متعديك الوكو أي اعمل الأعمال الصالحة في إدارتك وسياستك لبني إسرائيل كواتا لو كاتك وسر بارشتي بني إسرائيل لكي كردوي ساق بك إذ تتولى قيادتهم مدة غياب لو كاتك وأتو سركردياتيان دەکە لەو کاتانی کە ئەمن لێرە نیم لە ئیدارە و سیاستت لە بۆ بەنی ئیسرائیل کردەوەی چاک بکە وأصلح ما يفسده المفسدون کەواتە بمعنى متعدیەکەش ئەوەی کەوا خراپەکارەکانیان کاری خراپ دەکەن ئەتوو خراپەکەی چاک بکەوە بەوەی بحسن السياسة وبإيقاف انتشار الفساد بە چ چاچی بکە خراپەکاران بە سیاستکردن و بەڕێوەبردنێکی چاک بۆی کەوا لنقري فسادي بلاو ببيتوا والأخذ على أيدي المفسدين دستي مفسدة كان بقري لنقري بردوام لفساديان وبإعادة الأمر إلى الصلاح ما وجدت إلى ذلك سبيلا بويكوا كارو باركان قد كسانش خراب كارتيتش بدن بهر شيء يقبيتو بيقرين وزيقاي خوي ولا تدع المفسدين يعبثون دون زجر أو عقاب لنقري كسانش مفسد بكيف يخويان ببيع عقاب وببيع أويكوا طولان لبكرتوا ليدر بسنو بردوام لفساد. ومن الإصلاح وهالوكات كفرمان في ذكاك أصلح الأخذ بالحزم أحيانا والأخذ بالرفق والتسامح أحيانا أخرى وهو لزمني أو إصلاحي كوافرمان في ذكا وتل السياسة كردن بريو بردني بني إسرائيل هندي زار تون بلغليان هندي زار الشليبكا. ومن الإصلاح عقاب مستحقي العقاب وهو لزمني أو إصلاح أو مستحق عقاب السزادانة سزايبدا وإصلاحه ومكافأة مستحقي الثواب وإكرام مستحقي الإكرام وأواني كوا شاني تساكن كوا تساكن كذا شاني رزلنا رزيشان لابني أوش لازمني إصلاحه كوا تسندين شتيدكاش لخوي دقري باشان كبيدة فن ولا تتبع سبيل المفسدين ودواي ريقاي مفسد وخلاف كلام مرو أي وإذا كون المفسدون تجمعا كثيرا ضاغطا حتى صارت قوتهم هي القوى المسيطرة في جمهور بني إسرائيل أجر مفسد كانش همو يعني يتشيان قر تجمعيان كرد هوليان دا زختك دروز بكن أوان مسيطر بون لسد زماوري بني إسرائيل فلا تلن لهم فلا تتبع السبيل ولا تتبع سبيل المفسدين أجر مفسد كان زوري جبون يتشيان قرد أوان مسيطر من لنا زماوري بني إسرائيل فلا تلن لهم نرمونيان لبويان نشان ندا ولا تسايرهم لقليان مرو ولا تدارهم مدارات شان مكا متصورا أن اتباع السبيل قد يكون هو الأحكام في السياسة واتينقي أقر أوان زورج من مفسدة كانت مدارات يام كيو لقل يام روي نرمونياني شام بدي ويكوا أوا حكيمانة لا بريو بدنكيان ولا محافظة على وحدة القوم وعدم التفريق بين صفوفهم لبوي كوا بابلين يقريزي أو ملة تجنس ما دام لسر فساد كوبينو باها لسر فساد كوبينو مهم تفرق لما نا ونكي ولا تتبع أجر زوري نشبون نرمونيان لقال يعني شام مدى نابي نرمونيان لقال مفسدان بكار بهندريو بيوست سنوريان لو داب اندري لو حالتي بابلين بحكيمانة تعامل كدن لقاليان أو كوا دستي فساد بقري ودستي ببري نوك وازيان لبيني بردوام من أجر زوري نجبن لناو زماور
بەڕێوزە لە دوای ئەوە خوای گەورە سوبحانەهو وتعالە دەفەرمێ وەلەمما جاء موسى لميقاتنا کەواتە لێرەدا ئەوجا بەنی ئیسرائیل بەو شێوەی موسى عەلەیهی سڵاو وسەلام هاڕوونی برای بەجێ دێت لە بۆی کەوا بەڕێوەیان بە لە مودەی غیابیوی کاتێکەوە موسى وا ڕۆیش لە بۆ میقاتی خوای گەورە سوبحانەهو وتعالە گەیشتە ئەو ڕۆژە و ئەو لەحزەی وەکەلەمەهو ڕەبوه پەروەردگاری کەلامی ڕاستەوخۆی لەگەڵ فەرموو قال رب أرني أنظر إليك کاتێکەوە کەلامی لەگەڵ دەفەرمی شەوقی موسى کەوا خوای گەورە ڕاستەوخۆوە کەلامی لەگەڵ دەفەرمی شەوقی زۆر زیادی کرد لە بۆ بینینی پەروەردگاری قال رب أرني أنظر إليك أي پەروەردگارم ڕێگام پێ بدە بتبینم قال لن تراني خوای گەورە فەرمی ناتوانی بمبینی ولكن انظر إلى الجبل نمونەیەکی لۆ دەینیتەوە تاوەکو بگاتە قەناعەتکەوە بینینی خوا لە دنیا لە توانای بەشەردانیە تەماشای چیا بکە کەوا بەهێزترین شتە لەسەر ڕووی دنیا فإن استقر مكانه فسوف تراني ئەگەر چیا خۆی پێڕاگیرا لە جێگای خۆی کاتێکەوە خۆم نیشانی دەدەم ئەتوش دەتوانی بمبینی فلما تجلى ربه للجبل کاتێکەوە پەروەردگار خۆی نیشانی چیادا جعله دەکا ئەو چیایە ورد بوو سبحان الله نەما وخر موسى صعقا موسى کە ئەو حاڵەتەی دیت لە هۆش خۆی چوو لە ترسان فلما أفاق کاتێکەوە بە هۆش خۆی هاتەوە قال سبحانك پاک منەزەهی لۆ تو تبت إليك توبەم کردی ئەی پەروەردگارم لەوەی کەوە داوای ئەو شتە بکەم وأنا أول المؤمنين لا بيش همو كسيكتش أمن إيمان بذات توهي سبحانه وتعالى ولو كل تفسير قاسم دي ولما جاء موسى لميقاتنا أي حضر الجبل هات لتشيوي تور آمادبو لوقتنا الذي وقتنا له وحددنا له أو كاتيك ولبو من دانابو وكل تفسير سعدي جدالي لإنزال الكتاب لبويك وأخوي كتاب بخشي وكلمه ربه لقاسم أي خاطبه من غير واسطة ملك خوي جور كلامي لقل فرمو ببي أويك ملائكة لنيواني اندابي وكل التفسير سعد وكلمه ربه بما كلمه بو كلاميك لقل فرمو من وحيه وحي لبوكر وأمره ونهيه فرمان كانوا قد أخكرا وكان في راقان لو حالته وكل سعدي دلي تشوق إلى رؤية الله شوقي زور زياد كرلبو أو كوا خواي جورا ببيني ونزعت نفسه لذلك حبا لربه أو مودة لرؤيته يتدلي زور بشوق بو لو كوا خوشويستك زور غلبي لكركا خوشويستي خوي ببيني كرب العالمين سبحانه وتعالى لو يفرموي قال ربي أرني أنظر إليك أي پروردگارم دەی ڕێگام بدە بتبینم قال لن تراني ناتواني بمبین لن دیانە لە بۆ تەعبیدە ئێستا و لە داهاتوش واتە لە دنیا ناتواني بمبینی ولكن انظر إلى الجبل بەڵام تەماشای چیا بکە بەهێزترین شتە لەسەر ڕووی دنیا کاتێکەوە کەسێک بەهێز دەڵێن دەڵێی چیایە خۆڕاگرە کەواتە لە چیا خۆڕاگرتر نییە لەسەر ڕووی زەوی تەماشای چیا بکە فإن استقر مكانه فسوف تراني أجر تسيا تواني خوراقر ببرامبر ببينيني من أو تتواني بمبيني سواء كلا مع لا قاسمي دل أي لن تطيق رؤيتي ناتواني بمبيني لأن هذه البنية الآدمية في هذه النشأة الدنيوية أو بنيي آدمي أو بنيي كواب بني آدم بخشرة لو دنياي لا طاقة لها بذلك توانای خۆڕاگرینی بەرامبەر بەخوا سبحانه وتعالى لعدم استعدادها له ئەو هات بەو ئستعداد و بەو ئامادەیەت دروست نەکراکەوە تحمل بینینی خوا بکە بل ما هو أكبر جرما بەڵکو ئەوەی کە زۆر لەوی گەورەتر وأكثر خلقا وصلابة وأشد خلقا وصلابة ئەوەی کە زۆر لەوی بەهێزتر وهو الجبل لا يثبت لذلك بل يندك برامبر ببينيني خوات سيا خوي بيرانا جيري بلكو تفرتونا دبي لو يخوي ولكن انظر إلى الجبل وكلا سعديدا لن تراني وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة
أو آتا لن تراني بلغنية لويكوا لقيامة نايبينين، فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى. كواتل سندين آيته وهروا سندين فرمودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتية كوا أهلي بهشت شاد ابنوا بديدار پروردگاريان ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. إتر تمتع دكن أو فري خوشيان لو يدبينو كوا تماشاي وجهي پروردگاريان دكن وأنه ينشئهم نشأة كاملة. لبلوي لوين در لبهاش خوي يقول نوعش بشويش كد درستيان دكاتو أتوانا في هذا بخشي يقدرون معها على رؤية الله تعالى. لما در دتوانا برقي بينيني جمال خوي يقول بكن. ولهذا رتب الله رؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعا لموسى في عدم إجابة الكوات اللوية خوي ولد فرمي أتولدنا نام بيني لوين موني سيايلو دين تو كوات سيانات وين خورا كو خود رادقري، ولكن انظر إلى الجبل أي الذي هو أقوى منك، فإن استقر مكانه ثبت مكانه حتى أتجلى له ولم أجر سيا خوي براجيرا توشي الزلزلة نبو أجر خوي براجيرا لكوات خوب نشان دم فسوف تراني أتوج لو حالتي دم بيني وإلا فلا طاقة أجر سيا خوي براني بالتأكيد أشخط براناجري. وفيه من التلطيف بموسى والتكريم له كواتب راستي أو بري لطف خوي جور برانبر بموسى عليه الصلاة والسلام نشاني دات الرئيس ليدني تربلا خوش فستان ديالش تتريج ما لو آتا كباز بكري بلام لبرتوابوني كدوستين ببشتواني خوي جور لواني دهاتو دين وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.